إحنا دايما في البودكاست بنتكلم عن مراحل الحياة، بس النهاردة هنتكلم عن مرحلة في الشغل من زاوية مختلفة شوية. هي حلقة كومبو هتساعدك تبقى أحسن في الحياة العادية والمهنية، لأن ده عصر مختلف محتاج دماغ أكتر قدرة على التعامل مع الانسرتينتي والضبابية. ولو اعتبرت حياتك مشروع فالحلقة دي أكيد هتفيدك. فاكرين الأيام اللي كنا بنمانج فيها المشاريع والمشاريع كانت بتمشي ببطء فظيع، وكنا بنبقى تحت ضغط كبير جدا، وكنا بيتحط علينا كمان تايم لاينز غير منطقية بالمرة. دلوقتي احنا في عصر مختلف تماما، أكثر تعقيدا وكمان ماشي بسرعة كبيرة جدا، بيسموها الفوكا. علشان كده كان لازم نستخدم طريقة جديدة لإدارة المشاريع. والنهاردة أنا معايا ضيف مميز جدا، معايا النهاردة زياد الجمل. هو اجايل كوتش محترف، هيكلمنا عن منهجات السكرام والاجايل، ونتكلم كده عن الطريقه الجديده في اداره المشاريع. ازيك يا زياد؟ اهلا نسمة، ايه الاخبار؟ منورني. نورك، ثانك يو. الزمن اتغير صح؟ الدنيا اتغيرت طبعا، والبيزنس اتغير، والعالم اللي احنا كنا شغالين فيه قبل كده اختلف دلوقتي. التكنولوجي بقت موجودة وبشكل اسرع and صح. so on. والكلمة اللي انت ذكرتيها فوكا دي كلمة اه. مصطلح to the point قوي. صح. فوكا ايه؟ يعني ايه فوكا الاول؟ تعالي ناخد الكلمة دي كام فصصها. مم. هي 4 حروف VUCA. مم. V volatility اوكي. عالية، يعني في كده ايه، الدنيا مش واضحة، البيزنس مش واضح، عارف، مش بحط انبوت زي الاول وبيطلع لي اوتبوت. الامبيجويتي، الانسرتينيتي، مم. والاي فور الامبيجويتي، اليو فور الانسرتينيتي، والسي فور الكومبلكسيتي. اه. المشاريع بقت اكثر تعقيدا من قبل كده. صح. التواصل حتى مع البرودكتس والتواصل مع البني ادمين نفسه بقى اكثر تعقيدا من قبل كده. مم. فظهر كلمة بقى ايه، الفوكا وورلد او عالم الفوكا. اوكي. ومن هنا دخل بقى ايه، انا في ادارة المشاريع كان الاول كنا ماشيين بسيستم كده بسيكونس. انا بعمل انيشيشن او باخد كده الايه شوية requirements من الكاستمر. الكاستمر بتاعي عايز يعمل 1 2 3، او المشروع بتاعي اللي جات لي فكرته عايز يكون في 1 2 3 4، او في فيتشرز 1 2 3 4. وبعدين ايه، اقعد اعمل بلاننج، احط الخطة زي ما انت كنت بتقولي كده في الاول، احط خطة بقى مفصلة. هنعمل 1 2 3 وهنسلم 1 2 3 والبادجت كذا والوقت كذا and so on. اعمل خطة كده مفصلة لحد اخر يوم في المشروع. مم. وبعدين ابتدي بقى اطبق execute planning و executing، وانا شغال بمونيتور وكنترول الشغل بتاعي. وبعد كده بسلم. الفترة دي بقى كلها احنا حاطين خطة في البلاننج، بفضل بقى مختفي عن الكاستمر او مختفي عن العميل او مختفي عن الانفايرمنت نفسها مم. لمدة طويلة جدا. مم. الكلام ده مش هينفع بقى anymore. ليه؟ بسبب بقى العالم بتاع الفوكا ده. عالم الفوكا فيه uncertainty عالية، فما اقدرش اتنبأ قبلها ب3 شهور، قبلها ب6 شهور، ان كمان 3 شهور هيحصل كذا. فما صح. ينفعش بلان من 3 شهور قبل كده او من 6 شهور قبل كده. مم. تمام. دلوقتي مثلا لو خدنا مثال عن انا نازل اشتري حاجات بالدولار، ينفع بعد اقول بعد مثلا 6 شهور انا هشتريها باكس؟ طبعا في uncertainty عالية جدا، ما اعرفش الدولار بكرة هيكون ايه ولا بعده هيعمل ايه and so on. فعايزين نطلع إدارة المشروعات قررت إنها تدور على طريقة، أو الناس اللي شغالين في إدارة المشروعات عايزين يطلعوا طريقة تكون flexible أكتر، مرنة أكتر، أو بقى نقول بقى نسميناها إيه، agile أكتر. اجايل. agile أكتر. مم. ظهرت من هنا بقى الاجيليتي. صح. الاجيليتي طريقه، مش طريقه، هي بقت مايند سيت دلوقتي، او كانت وما زالت مايند سيت. مايند سيت لاداره المشاريع بطريقه تكون فيها فلكسبيليتي عاليه، فيها مرونه عاليه، وفيها اجايل. يعني ايه بالعربي؟ يعني رشاقة. رشاقه. رشاقة. فيها رشاقه اعلى. يعني لما يحصل اي تشينج، الفوكا وورد بقى ده، اما يحصل اي تشينج فيه، الانسرتينيتي العاليه، الامبيجويتي العاليه، كل التغييرات السريعه اللي بتحصل دي، انا اكون فلكسبل بما فيه الكفايه ورشيق بما فيه الكفايه ان انا اخد الكلام ده في مصلحتي. مم. تمام. يعني امبريس التشينج، اي تشينج يحصل بالعكس، اويلكم التشينج ده عشان يكون في مصلحه الايه،
المشروع في الاخر. business. وظهرت بقى الاجايل او في مصلحه البيزنس، وظهرت الاجايل عشان تكفر الحته دي. الاجايل طبعا متخصصه جدا ومركزه جدا في اداره المشروعات، عشان بدات الاول في السوفت وير والاي تي، لان السوفت وير والاي تي ده اللي فيه تغيير الدائم والمستمر. كل شويه انت دلوقتي عندنا سكرين 4K، بعدها بشهرين طلع الكيوليد، بعدها سنه طلع الاولاد and so on. التغيير الدائم والمستمر ده في الحاجات اللي ليها علاقه بالتكنولوجي. عشان كده اول ناس بداوا يطبقوا الاجيليتي، او طالعه من الاجيليتي طالعه من عندهم الناس بتوع السوفت وير الاي تي. وبعد كده بقى الفوكا اكتسحت بقى كله كله بقى كله دلوقتي. يس. فالاجايل ظهرت لهذا السبب يعني. زمان كانت إدارة المشروعات كانت بتمشي على منظومة الووتر فول، اللي هي Yes. مرحلة بتسلم مرحلة. دلوقتي مع الانسرتينتي اللي احنا عايشين فيها، الكلام ده ما بقاش ينفع، لأن في المرحلة دي ممكن يحصل تغيرات كتيرة. بالظبط. يعني ممكن زي ما حصل كورونا دخلت، فاحنا بقينا بالظبط. نجو ديجيتال اكتر. دلوقتي بقى في AI، ده كل يوم في تحديث جديد Yes. للابليكيشنز، فاحنا عندنا فرصة ان احنا نستخدم البنفيتس بتاعة الابليكيشنز الجديدة دي. فبدأنا نتجه للاجايل، اللي هي طريقة مرنة اكتر في إدارة المشاريع. Yes. طب مع وجود بقى الاجايل ابتدى يظهر بقى مسميات وظيفية جديدة. نعم. بقينا نسمع بقى عن السكرام ماستر، كروس فانكشنال تيمز، كلام كتير قوي. ما تشرح Yes. لنا كده ايه الحاجات دي؟ طيب تعالي نستيب باك كده شويه الاول، نتكلم على الاجايل نفسها عباره عن ايه، او المايند سيت بتاعت الاجايل عباره عن ايه. هي عباره عن 4 values، 4 قيم. هم 4 قيم و 12 principle. اوكي. الاربع قيم دول ناخدهم كده واحده واحده. اول واحده individuals and interactions over processes and tools. ثاني حاجه working software over working software. تالت حاجه customer collaboration. رابع حاجه responding to change. الاربع قيم دول، او الاساس بعيدا عن هم ايه اوفر ايه، ناخدهم ببساطه. الاربع قيم دول الاساس بتاع الاجايل. ان انا اهتم بالناس، ان انا اهتم بالتيم اللي شغال معايا، الانديفيدوالز، الانتراكشن ما بينهم وبين بعض and so on. ده الاسيت بتاعي، ده تمام. الكور بتاعي. التيم هو الكور. ان انا ريسبوند تو التشينجز اللي بتحصل على طول، وده اللي خلى الاجايل اصلا. اوكي. ان هو دايما ايه بيويلكم للتشينجز. اي حاجه تحصل في الانفايرمنت لازم ايه يشتغل عليه على طول. دايما اطلع للكاستمر اوتبوت، وده هنتكلم عنه كحاجه اسمها الام في بي. دايما اطلع للكاستمر اوتبوت صغير يبص عليه، بدل ما انا افضل اكتب له ورق واقول له بص. لا، اطلع على طول لابتوب كده الفيتشرز اللي احنا عملناها 1 2 3 4، او جزء من الفيتشر اللي احنا عملناها كذا كذا كذا، نكمل على هذا الاساس ولا لا and so on. values ليها علاقه بيه ازاي تطلع سوفت وير، او ازاي تطلع برودكت بشكل افضل وبانتاجيه افضل، وينزل البيزنس وينجح اكتر من قبل كده. تمام. وال12 principles ريليتد برضه بايه، بمبادئ طالعه من هذه القيم. معنى كده بقى ان زمان البروجكت مانجمنت والووتر فول كان الكاستمر ما كانش بيبقى اصلا داخل في البروسيس خالص. لان انا بادئ يعني الووتر فول يعني ايه، كانت مدخله ماشي الكاستمر، بس مش بطريقه ممنهجه وبطريقه ايه، بطريقه كلير كده زي الاجايل. الاجايل لا، مركزه قوي ان الكاستمر يكون معاه in every and each step. ما اخدش اي ديسيجن الا ايه كاستمر كولابوريشن معناها ان انا عندي هدف والكاستمر عنده هدف. تمام. دي اسمها كوبريشن. لو انا عندي هدف والكاستمر عنده هدف، دي كوبريشن. تمام. واحنا اتنين بنساعد بعض. لكن كولابوريشن معناها ان احنا الاتنين عندنا نفس الهدف. احنا الاتنين ماشيين towards نفس الهدف، اللي هو الهدف ايه بتاع البيزنس بتاعي والهدف بتاع الكاستمر. دي الحته اللطيفه، ان انا الاجايل خلاص انا والكاستمر مع بعض في نفس المركب ونفس الكف. وظهر بقى رول بتاع البرودكت اونر عشان كده. رول البرودكت اونر ظهر عشان البيزنس بيبل. زمان كان في بروجكت مانجر، صح، وهو بيأساين الشغل للناس، او في الووتر فول في بروجكت مانجر بيأساين الشغل للناس، مالوش علاقه قوي بالبيزنس. جبنا احنا بقى البيزنس بيبل دول واحنا مدخلينهم معانا في المشروع. ابص كده على الديفلوبرز اللي شغالين او التيم اللي شغال، يبص جنبه يلاقي ايه البيزنس بيبل. مين بقى البيزنس بيبل دول؟ البرودكت اونرز. وظهر بقى لفظ برودكت اونر من هذا المنطلق. انا عايز حد يكون تبع البيزنس معايا
مع التيم الانجينيرز، مع الديفلوبرز شغالين على المشروع، مم. او مع اي حد شغال في اي مشروع عموما، لو احنا بعدنا عن السوفت وير والاي تي. فبالتالي انا دلوقتي البيزنس بيبل مع الديفلوبرز مع التيم. مم. وظهر السكرام ماستر، البرودكت اونر اكشلي. سكرام هي اللي خلقت هذا الرول يعني، وندرج في سكرام يعني شويه كمان. سكرام هي اللي عملت الرول ده، وسكرام هي عباره عن ايه؟ مجموعه براكتسيز من الاجايل، جمعناها كده وحطينا لها فريم بشكل معين، دي بتساعدني اطبق مم. الاجايل. تمام. فسكرام ظهرت بقى معاها، ظهر معاها رول بتاع البرودكت اونر، ظهر معاها رول بتاع السكرام ماستر، والشغلانات بقى ايه الجديده دي. وظهر بقى الكروس فانكشنال تيمز، وظهر السيلف مانج تيمز اند سو اون. نتكلم بقى على السيلف مانج تيم. اه تيم من غير مدير ينفع الكلام ده؟ نفع. اوكي. نفع. سكرام او الاجايل ان جنرال بتبروموت حته السيلف مانج تيمز. مم. اللي قبل السيلف مانج تيم الكروس فانكشنال تيم. كروس فانكشنال تيم يعني انا جايب مكون تيم من كذا فانكشن. تمام. كروس فانكشنال تيم من يعني مثلا انا بدل ما كنت شغال مع ديبارتمنتس او شغال مع فانكشنز، فانكشن يو اي يو اكس، فانكشن فرونت اند، فانكشن باك اند اند سو اون، فانكشن مثلا ديزاينرز. مم. لا انا رحت جايب ايه؟ واحد من كل واحد وحطيتهم في التيم. مم. بقى التيم اللويالتي بتاعته او الكل فرد اللويالتي بتاعته لمين؟ للبروجكت. للبروجكت ده، مش صح. للفانكشن بتاعته. مم. اي حاجه يقدر يعملها في البروجكت يعملها، حتى لو مش متعين عليها، حتى لو هو ما ينفعش يشتغلها في الفانكشن بتاعته. فخلق كده كروس فانكشنال تيم، خلق تيم او السكرام او الاجايل خلق التيم كروس فانكشنال، يعني في كل السكيلز اللي مطلوبه ان هي ايه؟ توصل للبروجكت او توصلنا للجول، كانه يونت واحده، كانه بادي واحد. مم. وبالتالي التيم ده انا ما ينفعش احط له مدير شاطر في كل الحاجات دي. مم. انا واحد شاطر، انا جايب واحد ديزاينر، واحد يو اي يو اكس، واحد فرونت اند، واحد باك اند، واحد مش عارف ايه. مم. هل من الطبيعي ان المانجر يكون بقى شاطر في كل الكلام ده؟ مستحيل طبعا. مش هيبقى عنده. هيجي له وقت منين للكلام صح. ده؟ رحنا جايين بقى عاملين بقى الكونسيبت بتاع السيلف مانج. انا عايز مانجر، هنشيل بقى كلمة مانجر خالص ونخليه بقى ايه زي الكلام بقى بتاع الاجايل او السكرام، برودكت اونر ولا سكرام ماستر. الرول بتاع السكرام ماستر الحقيقي هنا ان انا عايز اخلق للتيم السبيس هو اللي ياخد فيها الديسيجنز، عشان هم اشطر مني تكنيكالي. هم اشطر مني. الديسيجن بتاع اليو اي يو اكس مع مين؟ مع الشخص اللي شغال يو اي يو اكس. الديسيجن بتاع الفرونت اند مع مين؟ مع اللي شغال فرونت اند and so on. حتى لو انا ببني عمارة، مم. حتى لو انا بصور بودكاست، خلاص كل واحد ايه شاطر. مدير البودكاست مش هو اللي بياخد القرارات. مين اللي بياخد القرارات؟ اللي بيكتب السكريبت، اللي بيصور، اللي بيعمل لايتنج. خلاص انا مديهم المساحة دي، فانا فوكست 100% ان انا اخلق له مساحة ان هو اللي ياخد القرارات. وبالتالي ظهر السيلف مانج تيمز. مم. تيم ملوش مدير، تيم هو الرولز بتاعته متحدده، كل واحد اكاونتبل او مسؤول عن جزء معين وهو اللي بياخد القرار فيه. وبالتالي خلق لي ايه؟ خلاص كل واحد بيقوم برول واضح، تمام، بيأد انبوت كويس، فالشخص بقى موتيفيتد، شايف نتيجه شغله، مم. تمام. الديسريسبكت هنا راح، انا مفيش بقى مدير بيأساين والكلام ده، لا انا ايه؟ انا اللي باخد القرار وانا اللي متحمل نتيجته. تبعاته مم. ونتيجته and so on. مم. ودي سايكولوجيكالي طبعا افادت الناس اللي شغاله، الجنريشنز اللي موجوده جديد دلوقتي. لا هو مش رايح الشغل مجرد ان هو هيقبض، مم. لا هو رايح عايز يحس ايه؟ السيلف استيم، انا بعمل انجاز، انا بعمل شغل and so on، بطلع اوتبوت. الاوتبوت نزل الماركت، مش ترسف مكنه زي ما احنا لما بدأنا احنا نشتغل، ترسف مكنه وتقوم بدورك وبتاخد لا ده عايز كالتشر وعايز يبقى موتيفيتد وعايز يشوف الاوتبوت بتاعه and so on. ف مم. فالاجايل ليدرشيب او الاجايل بروجكت مانجمنت بتفيت اكتر مع الجنريشنز اللي موجوده دلوقتي،
وبتفت ببساطتنا احنا كمان. يعني لما يس. بحس ان في اوتبوت طالع وانا ليا دور واضح وانا اللي خدت قرارات فيه، ده برغم انها حاجه بيزنس الا انها من كلامك عن السكرام والاجايل هي very people oriented. people pure. الاجايل بيور بيبل اورينتد، اوكي. ودي من الاجايل برنسبلز، ان انا فوكسد على اول فاليو في الاجايل individuals and interactions. انا مهتم بيه الافراد. مهما جبت تولز ومهما استخدمت جيرا ولا استخدمت اي اي تولز، استخدمت وات ايفر، سيظل الشخص اللي بيستخدمها هو الاساس. اوكي. لو انا اهتميت بيه، اهتميت ان هو يبقى موتيفيتد، هيطلع لي اوتبوت محترم وهيطلع لي شغل محترم تمام. ريجاردلس التولز اللي مستخدمه ايه. حلو قوي الاجايل ده بيهتم بالبني ادمين. بس اول فاليو، اه اول كلمه في الاجايل ان انا لازم اهتم people focused او people oriented. انا تمام. مهتم بالاشخاص اللي عايزه ايه، اللي شغالين معايا. طب في الامبلمنتيشن بقى تيم من غير مدير يعني شغال فل يعني ما فيش لو مشاكل؟ لو طبقنا الكلام صح، تمام. البست براكتس، الكلام اللي مكتوب ده طبق ونجح، فبالتالي بقى عايزين ايه، خلاص نطبقه، يعني نطبقه عندنا. بس مش عايزين ناخد الكلام كده قشور من بره ونقول سيلف مانجد يعني تيم من غير مدير وهو ياخد قراراته بنفسه. هل التيم ماتيور اصلا ان هو ياخد قراراته بنفسه؟ ما ده سؤال مهم طبعا. هل التيم عنده المساحه ان هو ياخد قراراته وما يخافش؟ هل انت مديه المساحه دي؟ تمام. هل التيم عنده السكيلز اللي مطلوبه، التكنيكال سكيلز والتكنيكال نوليدج اللي مطلوبه انها تخليه هو اللي ياخد القرار، ولا انت بترميه في البحر؟ دي ليدرشيب ستايلز بقى، ليدرشيب ستايلز مختلفه، وانت لازم تبص على الاشخاص اللي موجوده. لو هنطبق الاجايل از ات از، يعني هنجيب كروس فانكشنال تيم وانا مديله المساحه نسميها السايكولوجيكال سيفتي. يعني هو كل شخص موجود يغلط مش مهم، انا مديله المساحه دي. مين بقى اللي مديله؟ احنا كتيم او الاورجنايزيشن مدياله المساحه ان هو يغلط. مش اول ما يغلط اقول ايه ده غلط وانت اللي هتشيل المسؤوليه and so on. من الحاجات الجميله في الاجايل ان لو واحد غلط التيم كله فشل. التيم اوكي. كله، فانا مجبر انا كتيم ان انا ايه، اسبورت الشخص ده لحد ما التيم كله ينجح. وبالتالي حتى البرودكت اونر او الناس اللي جايه من البيزنس بقى برسبكتيف وقاعده معانا، البرودكت اونر ده في معظم الشركات يقول لك ايه، لا انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا جمعت لك ريكويرمنتس وهاند اوف للتيم، والتيم فشل ان هو يمبلمنت دي ما تخصنيش. لا، سكرام واجايل مش كده. اجايل انا جبت البيزنس بيبل وقعدته معايا بقى وان اوف ذا تيم ممبرز وسميته ايه، برودكت اونر. فبالتالي احنا كلنا كده يونت واحده، تيم واحد، فكلنا كين على البروجكت، والمانجمنت مديانا المساحه ان احنا نفيل، مفيش مشكله. بس الكونسبت بتاع فيل فاست بقى يجي هنا. اوكي. ان انا بفيل مش على بروجكت بقى مدته 8 شهور ولا 9 شهور ولا سنه، لا احنا شغالين iterations ماشي. وده بقى السكرام والاجايل، ان انا اسلم على ايه، مراحل قصيره. فبالتالي يوم ما هفشل في قد ايه، فتره شهر، قصيره. فتره قصيره، صح. واعدل واغير and so on. ودي براكتسيز موجوده بقى. يعني اللي دايما يقول السيلف مانج تيمز ده فكره فاشله، لا، البراكتسيز موجوده في الكتب او موجوده مع الكوتشز ومع المنتورز. اسالوا ازاي اعمل سيلف مانج تيمز، علم موجود وليه كتب وليه ازاي ابلد الانفايرمنت دي او اخلق الانفايرمنت دي للناس. فالحاجه موجوده. الفكره اللي لا يؤمن بهذا هو ممكن يكون ما اتعلمش الكلام ده، او ممكن مش واثق في الكلام ده. فدعوه كده روح اقرا الكلام ده هتلاقي. والشركات كتير قوي بتطبق الكلام ده وناجحه. السكرام والاجايل. السكرام والاجايل، شركات يعني ميجا كومبانيز، سبوتيفاي واتش اس بي سي وجوجل وميتا وفي بنوك بدأت ندي أمثلة هنا في مصر، فودافون شغالة أجايل، وفاليو شغالة أجايل، وبنوك كتير، البنك العربي الأفريقي وبنك مصر والديجيتال ترانسفورميشن اللي حصل عن سوان. شركات كتير قوي شغالة أجايل وناجحة هنا وبره، والشركات ميجا يعني. فأنت لو أنت سوفت وير كومباني صغيرة وتيجي تقول لا والله الاجايل ما ينفعش او السكرام ده ما ينفعش معايا، لا، اتاكد الاول
سكرام ده معمول لمين وات كايند اوف برودكتس والبروجكتس اللي المفروض يشتغل عليها الاجايل. تخشش تنتقد الا لما ايه تقرا على الموضوع تقرأ كويس. وتفهم. يس. طيب هل بقى احنا دلوقتي اتكلمنا وقلنا ان الاجايل مش ترند، دي حاجة لا. فعلا اثبتت كفاءة. يس الاجايل ظهر في 2001 مم. ويعني انتشار كبير جدا، وانا من وجهة نظري هو لن ينتهي، مم. لان هو معتمد اعتماد كبير على الاجايل، معتمد على المرونه والفلكسبيليتي اند سو اون. المنهج نفسه معتمد على كده، مم. والمناهج والبراكتيز كل شويه تتجدد وتتغير ويتقاد عليها ويترموف منها، بحيث ان نطلع بفريم ورك زي السكرام كده ما ظهر. مم. فريم ورك فيه مجموعه براكتيز بتنجح المشاريع، وانا عمال ايه، عمال اعدل عليه. هو incomplete فريم ورك، عشان كده incomplete يعني كل شويه ممكن اقاد عليه مم. وريموف منه، مفيش مشكله. تمام. فدي الميزه، الاجايل مش هينتهي في البروجكت مانجمنت وهيفضل مكمل، لان هو من طبعه اصلا المرونه والفلكسبيليتي والرشاقه اند سو اون. اوكي. بس دي طبعا وجهه نظر يعني. يس، ودي اكتر حاجة على فكرة يعني مناسبة للعصر اللي احنا فيه. يس احنا الدنيا عندنا بتتغير في يس مفيش، يس صح، ده حقيقة. طيب دلوقتي بقى من ضمن الحاجات المميزة جدا في الاجايل هي الميتينجز. يس الميتينجز يعني كل الناس اللي بتشتغل عارفة قد ايه احنا بنضيع عمرنا في ميتينجز، وميتينجز ممكن تكون ملهاش اي لازمة. يس الاجايل بقى عمل ايه في الحتة دي؟ الميتينجز في البروجكت مانجمنت عموما مم. يعني كارثه يس. يعني، وما بقتش في البروجكت مانجمنت، بقت في كل حاجه الحقيقه. ان احنا نقعد اوقات طويله جدا في الميتينجز اند سو اون. الاجايل عندها براكتس لطيف جدا اسمه تايم بوكس. تايم يعني بوكس. تايم بوكسنج او التايم بوكسنج ان جنرال موجود في الاجايل، موجود طبعا ايه في سكرام. ان انا اعمل ايه، طبعا في براكتسيز قوي يعني كتير قوي ممكن تساعد في الموضوع ده. الفاسيليتيشن وازاي تفاسيليتيت ميتنج والميتنجز نطلع بالبيست اوتكم منها ازاي، ده دور السكرام ماستر. سكرام ماستر احنا فضينا واحد كده مخصوص يقعد يراقب كل الحاجات دي، تمام. الميتنجز ماشيه ازاي والسبرنت ماشي ازاي اند سو اون. فمن ضمن الافكار مثلا اللي موجوده في الاجايل تايم بوكس، ان انا بقول للتيم والله القرار هيتاخد كمان ربع ساعة، يبقى آخر قرار يعني بعد ربع ساعة كده التايم بوكس هيقفل، يبقى القرار اتاخد. ربع ساعة ودقيقة ربع ساعة ودقيقة مش مفيش. هينفع. اوكي. تمام. السبرنت مثلا، مم. السبرنت بتاعي او الاتريشن بتاعتي كلها دي مدتها شهر، في سكرام مدتها شهر. بعد شهر لازم اقعد مع الكاستمر ولازم ابص على الانفايرمنت والاوتبوت اللي طلع واقوله. تايم بوكس. السبرنت بلاننج مثلا، انا هقعد اعمل بلان للسبرنت ده مده قد ايه، مده 8 ساعات، مش اكتر من 8 ساعات. لازم التايم يقفل عليا. دي من ضمن الحاجات اللي مخليه الايه الميتينجز. انا طالب من الاجايل، طالب من التيم ان هو يطلع لي كل شهر اوتبوت فاليبل يطلع للكاستمر وممكن ينزل الماركت. تمام. فبالتالي البلاننج ممكن ياخد وقت طويل جدا. صح. فلا انا لازم احجم بقى الموضوع ده. تمام. لازم اروح ايه اقفل لهم اعمل تايم بوكس اقفل، عشان valuable to a limit valuable لحد شهر معين، واحنا خدنا الديسيجن ونطلع الاوتبوت وبقى ونشوف ايه الغلطات اللي بعد كده. ممكن نعمل ميتنج بعد كده ليه مده برضه غلاسه، ليه مده، ونطلع بايه بالبست براكتسيز او هنصلح ايه هنعدل ايه وهكذا. يعني نفهم من كده ان الاجايل رحمنا من الميتينجز اللي ملهاش لازمه. في براكتسيز كمان ظهرت حتى بعيدا عن الاجايل ليها علاقه. يعني كنت لسه بقرا في شركه مش فاكر اسم الشركه قوي، بس شركه من الميجا كومبانيز يعني، قررت ان الميتنجز التو واي كوميونيكيشن هي اللي تفضل ميتنجز. يتعمل ميتنج لو في تو واي كوميونيكيشن. لو انت طالع تقرا لي ريبورت او وان واي كوميونيكيشن، لا ابعتوا لي ايميل، انت ما تضيعش وقتي. صح. and so on. اي حد مش حاسس ان هو هياد فاليو في الميتنج ده يطلع من الميتنج، مفيش مشكله. فبالتالي ايه الناس اللي قاعده خلاص هم فوكست 100% على الاوتبوت اللي هيطلع او الديسيجن، او مش ديسيجن ميكر موجود في الميتنج، خلاص يطلع من الميتنج. الجميل كمان في الاجايل حته الكروس فانكشناليتي دي، ان انا كنت بجيب ايه
التيم ليدر بتاع ده والتيم ليدر بتاع ده والتيم ليدر بتاع ده وقعدهم مع بعض، لا هو خلاص انا خدت واحد هو اللي هياخد الديسيجنز مم. في البروجكت ده. مم. فكل بروجكت ليه التيم بتاعه، ليه الهيكل بتاعه المقفول عليه. فبالتالي خلاص ده فوكس، زي فوكس جروب بقى. مم. هو التيم مسؤول عن المشروع ده، فهو اللي ايه الميتنجز بتاعته اند سو اون، بدل الميتنجز اللي كانت في الشركات كلها المشروع بقى الاولاني هنعمل فيه ايه والتاني هنعمل فيه ايه. لا هو تيم سيلف مانجد كروس فانكشنال وهو اللي ياخد قراراته بنفسه. تمام. صدعونا بقى بالمالتي تاسكينج، اه لازم نبقى مالتي تاسكت ولازم نعمل 500 ألف حاجة في نفس اللحظة ونفس الثانية. السكرام قضى على ده تماما. سكرام والاجايل ما يحبوش المالتي تاسكينج. تمام. لا ده ضرب انا في الثوابت. ده بص يعني 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 دلوقتي يا مفيش تيم مالتي مانجر ومفيش مالتي ومفيش تاسكينج مالتي تاسكينج. ومفيش ميتنجز ملهاش لازمة. ايه ده، احنا بنحلم ولا ايه؟ الاجايل، لا الاجايل مهتم جدا بيه، او السكرام كمان بالذات مهتم قوي بان التيم فوكسد على one objective، مم. وهو التيم كله رايح تجاه الاوبجكتيف ده. تمام. مش عايز اعمل 50 حاجه في نفس الوقت. مم. لا انا عايز اطلع يا جماعه السبرنت ده او الشهر ده انا عايز اطلع اللوجن بيج مثلا بتاعت الويب سايت. خلاص التيم كله رايح على اللوجن بيج. مم. مش ده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه وده بيعمل حاجه، لا كلنا حاطين اوبجكتيف واحد، كلنا حاطين هدف واحد، والهدف الواحد ده كلنا هنروح له. بس ده مش بيطول في المدة؟ يعني بدل ما انا شغالة على كذا حاجة في نفس الوقت انا شغالة على حاجة واحدة. في حاجه خطيره جدا اسمها كونتكست سويتشنج. ايه بقى؟ كونتكست سويتشنج دي لو انا شغال على كذا حاجه في نفس الوقت، مم. ات لوكس لايك ان انا انا قاعد في البيت مثلا، والله بكتب ايميل، طيب ده انا جالي واتساب مسج، طب هرد عليها، طيب بعد الواتساب مسج انا جالي مش عارف ايميل تاني اند سو اون. في حاجه اسمها الكونتكست سويتشنج، دي بتقول ان العقل عشان يرجع لكفاءته الاولانيه في السويتشنج تاسكس دي، يعني انا ببعت ايميل وبعد كده برد على الواتساب، لو هرجع تاني رجعت تاني للايميل هاخد اراوند 20 دقيقة عشان اوصل للاوبتيمم تركيز اللي يخليني ارجع اكتب الايميل بنفس الكفاءة. تمام. ده بالنسبة لي تضييع وقت اكتر. يعني مم. انا ده اللي ظهر في الناس او اللي بيظهر في الناس اللي عندها ADHD، صح. اللي هو هو ديستراكتد يا عيني هنا وهنا وهنا وهنا. طيب انا ما عنديش ADHD، اديستراكت نفسي ليه ده صح. يعني؟ انا خلاص فوكست 100%. التيم بقى كله زي ما اتفقنا في الاجايل، احنا عايزين يونت واحده، تيم واحد، جسم واحد، عنده اوبجكتيف واحد وماشي تجاه الحاجة دي. اوبجكتيف او اوكي. هدف واحد. اوكي. فاحنا بنتعامل مع التيم على انه 1 يونت مم. دلوقتي. فانا بقى مش عايز التيم كمان يحصل عنده التشتت او الكونتكست سويتشنج ده، لا فوكسد على جول واحد. فالاجايل ما تحبش المالتي تاسكرز ابدا. طيب في بقى يعني أسطورة بتقول إن زيادة إنتاجية الفرد بتساوي زيادة إنتاجية الفريق. الموضوع ده عليه خلاف كتير. تعال ناخد مثال كده قريب الى الناس. يعني مم. لو انا جبت ميسي مم. جامد جدا ورونالدو مم. وجبت نيمار وجبت محمد صلاح وحطيتهم في تيم واحد، ده تيم. التيم ده ممكن جدا جدا يخسر من غزل المحل. إزاي؟ كل واحد شاطر بطريقته. بطريقته مم. وبأسلوبه، وطبعا يعني مش لدرجة غزل المحلة يعني. أيوه. بس اللي هو كل واحد شاطر في الحتة في الحتة بتاعته، في مم. البوزيشن بتاعه. الهارموني ما بين التيم وبعض ممكن تكون مش متظبطة. عشان كده اما يكونوا مثلا التيم طالع، الناس بتلعب طالع المنتخب، الناس اللي طالعه المنتخب بيقعدوا الاول يطلع اللي طالع المنتخب بياخدوا من كذا فرقه ويقعدوا الاول مع بعض ومعسكر ويلعبوا مع بعض and so on. مم. الفكره هنا فين؟ ان مش شرط شخص واحد انتاجيته تبقى عاليه قوي ان انا ده بلس ده بلس ده بلس ده هيطلع انتاجيه عاليه. بالعكس، مم. الاجايل بتقول ان لا، ممكن انتاجيه كل فرد تكون عاليه، بس لو احنا قللنا انتاجيه الفرد وزودنا التواصل او الانتراكشن ما بينهم بشكل افضل، ده يزود انتاجيه التيم اوفر اول. مم. بس فكل فرد يهمني انا زي ما اتفقنا في اول فاليو، الانديفيدوالز والانتراكشنز اوفر البروسيسز اند تولز. الانديفيدوالز والانتراكشن ما بينهم، مم. انا لازم باصص على الشخص
ان انا احاول ازود انتاجيته طبعا. مم. ده لا يغني ان انا احاول ازود انتاجيه الفرد واشوف اساعده بايه واسيرف ازاي اند سو اون. بس الانتراكشن ما بينهم ده يهمني قوي، مم. لان ممكن الانتراكشن ما بينهم ده يوقع لي ايه، صح يوقع لي الانتاجيه بتاعت التيم كله. صح. تمام. في لعبه جميله بنلعبها كده في التريننجز، اسمها كوين فليب. ان مم. انا عندي خمسه تيمز او 5 افراد، وانا بس عندي 20 كوين، وال20 كوين دول انا بقلبهم واديهم للي بعدي، واقلبهم واديهم للي بعدي and so on. مم. فلو خلينا اول واحد اللي احنا نعتبره ان هو part of the team يروح ماسك ال20 كوين وقلب ال20 كوين على بعض، وبعد مم. كده يهاند اوف للي بعده، يقلب ال20 كوين ويهاند اوف للي بعده ويهاند اوف للي بعده. انتاجية الواحد يقلب ال20 كلهم في حوالي ايه، مثلا 10 ثواني. صح. تمام. مم. بس انتاجية الفريق كله هتكون مثلا 50 ايه، لو كل واحد بيقلب في 10 ثواني هتبقى 50 ثانية. عملنا بقى حركة مختلفة عشان نوصل الكونسيبت بتاع الاجايل. مم. لا، انا عايزك تقلب 5 وتسلم 5 وتسلم و5 وتسلم و5 وتسلم. هنلاقي انتاجية الفرد نفسه قلت، مم. بقى بيقلب ال20 كلهم. ما هو بيقلب 5 ويسلم و5 ويسلم، تلاقي بيقلب ال20 كلهم مثلا في 20 ثانية بدل 10 ثواني. ده معناه ان انتاجيته ايه، قلت. صح. تمام. مم. بس انتاجية التيم كله زادت. زادت، صح. مع ان ايه الهاند اوفس السريعة دي. تخيلي بقى لو احنا شلنا الهاند اوفس خالص هتقل اكتر. واحنا حطينا بقى تيم كوهيسيف يونت بيأكت كله مع بعضه بطريقة كوميونيكيشن مظبوط، طبعا انتاجية الفريق طبعا هتزيد جدا. هتزيد جدا. لا ده السكرام ده طلع حوار. لا طلع يعني جامد. طيب سكرام ماستر. ماستر يعني رئيس، صح؟ ماستر في سكرام معناها بيماستر سكرام، مش بيماستر التيم. يعني اوكي. الريس بتاع سكرام. اوكي. احنا ما فيش في سكرام رياسة. مفيش. لا، احنا اتفقنا ما فيش مانجر، فيبقى مم. ما فيش ايه، ما فيش ريس. اوكي. البرودكت اونر ده مش ريس، ولا السكرام ماستر ده ريس. وكل واحد ليه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعته والاكونتابيلتيز بتاعته، الحاجات اللي بيعملها واضحه ومكتوبه وبنتفق عليها من الاول وكل واحد بيعملها. تمام. سكرام ماستر شطارته زي ما قلنا ده كروس فانكشنال تيم. مم. فالسكرام ماستر يجي هنا من تكنيكال باك جراوند بقى ولا لا، ما يهمنيش، ما هو كروس فانكشنال تيم. انا يهمني ان انا اخلق للفريق السبيس اللي هو ياخد فيها قراراته بنفسه. تمام. ما يخافش ان هو يفشل. اقدر اطبق الفريم ورك بطريقه مظبوطه اللي هو السكرام فريم مم. ورك بطريقه مظبوطه. اعمل اعمل اجايل براكتسيز او اطبق الاجايل براكتسيز. افضل اروح اتعلم ازاي اليد التيم بطريقه كويسه. حتى كلمه ليدر مش موجوده، حتى ما بنستخدمهاش في سكرام خالص. مم. هو سيرفنت، هو شخص سيرفنت، بنقول عليه سيرفنت ليدر، هو خادم للايه، للفريق. التيم. حتى لفظ ليدر حتى مش بيتاخد بالمفهوم اللي انا بليد التيم قد ما انا بسيرف التيم. تمام. انا بساعده، انا باخد كل واحد كده من ايده، اشوف ايه انت عندك مشكلة في ايه واحلها لك. 2 متخانقين مع بعض ما and so يحلها. on. انا مسؤول عن الماستر، بماستر الفريم ورك، بماستر الامبلمنتيشن بتاع الاجايل اللي موجود في التيم. من ناحيه بقى المايند سيت، طريقه تفكير الناس، هم اللي ياخدوا القرارات. ازاي التيم يبقى يونت واحده. البرودكت اونر ده اللي جاي من البيزنس، لا انت بارت من التيم التيم. مش من بره and so on. مم. هو بيماستر الحته دي. حلو قوي. يعني انا حاسه كده واحنا بنتكلم على السكرام، ارفع راسك يا اخي فلقد جعلنا الاجايل احرارا. انا والله حاسه كده. انا بحس ان الاجايل فعلا باك تو هيومانيتي. اه. يعني حتى المنتورز بتوعنا كانوا قلنا كده باك تو ذا بيسكس. اوكي. انا مهتم بالانسان ومهتم ما يهمنيش قوي السرعه ويلا وعايزين انتاجيتك تبقى اعلى. لا، انا مهتم بالانفايرمنت، الانفايرمنت تبقى كويسه. ده في الاخر هيوصلني الانتاجيه اعلى وفلوس اكتر. صح. بس اهتمامي بالفرد نفسه او اهتمامي بالانسان نفسه more than البروسيس والتولز اللي انا عمال اشتريها يعني احنا هنطبق اي احنا هنطبق مش عارف ايه، احنا هنجيب تول بتمن. لا لا، انا عايز اهتم بالشخص نفسه.
تمام. بس فطبعا اي حد هيهتم بيا يعني على راسي. هاهتم بيك، صح. بالظبط. لأ، أنا مبسوطة أوي من فكرة إن إحنا أخيرًا جمعنا ما بين الbusiness والpeople وما قُلناش إن في تعارض، ايوه لإن دايمًا كان المفهوم السائد إن أنت لو فكّرت people أنت هتخسر الbusiness، صح. هتخسر الcustomer، perfect. وكمان اللطيف في الموضوع ده إن دي حاجة مستخدمة وأثبتت كفاءة. لا ده هو مش مستخدمه بس، هم آه. الكبار هم اللي بيستخدموها. إمم. يعني الشركات التوب اللي موجوده في العالم بتستخدم الاجايل تمام. بالذات في السوفت وير والاي تي. فيعني انت في ناس لسه عايشه بالمايند سيت بتاع الباصي وبيديها لا والله الناس ما تمشيش، بيسموها ايه، العصا والجزره. أيوه صح. لا لسه عندك المايند سيت دي. آه. يعني كل الناس دي نجحت بالسيلف مانج تيمز والسيرفنج تيمز والسيرفنت ليدرشيب اند سو اون والاجايل ولسه متمسكين لسه متمسكين. يعني ما فيش فايده. فلا هو الاجايل اهتمامي الكبير قوي بالناس كان بيقول ما فيش بيزنس بيتبلد إمم. الا around motivated peoples. ما صح. فيش بيزنس هيطلع وينجح الا الناس اللي شغاله في البيزنس دي موتيفيتد وحاسه انها بتعمل انجاز. تمام. بس كان في موقف لطيف جدا، نيلسون مانديلا كان راح زار ناسا، إمم. فلقى حد يعني ايه بينظف من الناس العاملين بينظفوا ايه بينظفوا يعني الارض and so on. Yes. فبيقول له انت دورك ايه هنا؟ قال له انا بساعد الناس تكتشف الفضاء. حلوة. قد ايه إمم. العامل اللي موجود اللي ملوش اي علاقه بالتكنولوجي وملوش علاقه بالفضاء خالص هو كونكتد بالجول، كونكتد بالهدف الرئيسي اللي المنظمه او المؤسسه كلها بتعمله. فده بافكّر راجل بيجي كل يوم مبسوط. كنت لسه هاقول اه لك، طبعا كنت يعني. راجل زي ده بيصحى الصبح من بس النوم مبسوط، حاسس إن هو بيadd value كبيرة بالظبط. جدًا وعظيمة جدًا، بالظبط. وبيقعد مع أصحابه ويقول لهم أنا عملت بس وشُفت. ده صح. ناسا عملت كذا. طب صح. انت بتعمل ايه في ناسا؟ مش آه. مهم، انا صح. في ناسا. صح. دي الفكره حتى في البروجكت الصغيره. إمم. ومن ضمن الناس اللي طبقت او انا شفتها مطبقه يعني سكرام او الاجايل بطريقه كويسه جدا، إمم. بريد فاست. آه. بريد فاست الصراحه قصه ملهمه جدا جدا بالنسبه لي. وانا ما اعرفش هم بيطبقوا الاجيلتي ولا لا، بس إمم. هي من بره كده هي بيور اجايل. تمام. بيور اجايل. الفكره ان هو يطلع بمنتج صغير. إمم. هو كان بادئ الاول انا ما اعرفش كان طموحاتهم واحلامهم ان هم يعملوا ابلكيشن يعني هذا الانجاز الرهيب والاحترام والكاستمر سيرفيس المحترمه، وهو يكسباند بهذه ويسكيل اب بالطريقه دي ولا لا. بس هو بدأ الاول بايه؟ حاجه اسمها MVP، أوكي. مينيمم فايبل برودكت. إمم. طلع فكره جت في دماغه، انا عايز اوصل العيش بدري الصبح، حتى من اسمه بريك فاست. صح. بس إمم. نزلها الماركت، لقت قبول. اعمل ايه؟ خلاص هفضل بقى شغال على دي؟ لأ. لا اشتغل، ازود إمم. عنده برودكت باكلوج بقى مليان افكار. دخل الصيدليات، دخل السوبر ماركتس، بقى يعمل هو منتجاته and so on. بدأ الاول بايه؟ توصيل فكرة عادي. صغيرة صح. بس. دي اسمها الام في بي، إمم. افكار مينيمم فايبل برودكت. فكرة جات لي على القهوة، انا عايز ابني مصنع مواد غذائية. إمم. لا ما تروحش تجيب بقى فلوس وتعمل وتخسر هذه الخسارة. لا اطلع بمنتج صغير. إمم. اعمل الأول منتج صغير بيتعمل في البيت، تمام. لقى قبول من الناس، اشتغلنا عليه طلع اوتبوت، خش على اللي بعده and so on. فدي برضو ما كانتش هتتحقق إلا بالأجايل. إمم. لأن أو المشروع in general كنا بنعمل إيه؟ لا بحط البلان بتاع المشروع كله. إمم. دلوقتي الأجايل إيه؟ iterative. فانا كل شويه ممكن وانكريمنتال كل شويه ممكن اطلع ايه؟ منتج صغير. المنتج الصغير اللي بيطلع ده بقى انزله الماركت، ممكن يجيب لي فلوس تكفر لي اصلا المنتجات اللي بعد كده. صح. بس فبدل ما انا اعمل حاجه كبيره إمم. واحط البلان الكبيره، لا الاجايل قالت ايه؟ لا انت ممكن تبتدي بحاجه، تنزل المنتج وتشوف رد فعل الناس والفيدباكس اند سو اون، وبعد كده يجي لك منه ريفينيو وتكمل وهكذا. عشان كده احنا جايبين البرودكت اونرز، إمم. البيزنس بيبل معانا. إمم. ده داخل معايا عشان ايه؟ هو انا لو نزلت المنتج ده هيجيب لي ريفينيو، هيجيب لي ROI عالي. طب يلا بينا. فهمت. آه. لا كمان breakfast كمان ده وصل دلوقتي بقى كافيه،
يس وبقوا شغالين في الفinTech كمان. يس يعني يعني المايند سيت بتاعتهم بصراحة مايند سيت محترمة جدا. أنا اتعاملت معاهم في complaints and so on very customer oriented، إمم، وده البيور اجايل بتقوله. صح، أول برنسبل في الاجايل إن صح، أنا هدفي الرئيسي أو المين جول والمين اوبجيكتيف بتاعي customer satisfaction. تمام. فهو مسك طلع منتج محترم وبعد كده بنى عليه، إمم. بس عمل reputation كويسة جدا. لأ، هو كمان في حاجة تانية هي mindset. يعني هو الagile كسّر مفاهيم كتيرة يس غلط، يس زي إن ابدأ كبير، ما فيش حد يس بيبدأ صغير وبيكبر، لأ هو كسّر ده، وفعلًا أثبت لنا بالأدلة إنك أنت تقدر تبدأ من حاجة صغيرة تكبر وتعمل إمبراطورية والله زي اللي موجودة. بوينت اوف فيو بصراحة آه، ما اتذكرتش قبل كده. بس أنا حسيتها كده صراحة. يس. فعلا آه. يعني كان في شركة بتدي تريننجز كانت جاية مصر هنا، اتعاملت معاها. إمم، الشركة دي بتدي تريننجز في كل حاجة ممكن تخيليها، إمم، كل حاجة، بس هو عمره ما عمل تيست الماركت المصري، آه، وهم شغالين اجايل جدا. طيب انا اروح نازل بقى عامل اجمد ويب سايت في الدنيا واعمل ابلكيشن واعمل مش عارف ايه لا، هو احمد دي نازل عمل سيرفي كده ونزل بيه كورسين. إمم، هل الماركت متقبل الفكرة؟ طيب يلا زود كورسين كمان، زود 4 كمان، زود 5 كمان، لحد ما بقى ليها وجود كبير جدا مثلا في مصر. فكرة ان انا انزل بايه، إمم، انزل بالام في بي ده، الام في بي ده او المينيمم فايبل برودكت، الحته من البرودكت دي فكره شائعه جدا وموجوده في البيزنس كمان. إمم، يعني في السوفت وير الستارت اب مانجمنت دايما مركزين على الحته دي. ما تبنيش ستارت اب ضخمه وكبيره فروم سكراتش، الخساره هتكون اكبر. إمم، لا، فيل فاست. fail fast. يوم ما تفشل، افشل ايه على حاجه صغيره وافشل وقوم. بيكسّر الثوابت والله. يعني إحنا اه طول عمرنا بنخاف من الفشل، لا بيقول لك افشل بس لا ده افشل بسرعة. المفضل آه، بالنسبه للاجايل تيمز، المفضل للتيمز ان هو مفيش مشكله. بالعكس، دي تخلي التيم بتاعي اصلا مش ايه، مش خايف من الفشل. مش مبانك، آه، بالعكس نجرب. صح، واي نوت. كان في الحزلقوم اما جه بيقول له انت بتعرف تسوق؟ قال له ايه؟ قال له ما جربتش، مش إمم، ينفع، مش يمكن اما اجرب اكون بعرف. صح، هي دي اللي مطلوبه، صح، دي اللي مطلوبة. خش وجرب، بس ما تروحش تجرب في عربية فيراري، جرب كده في عربية بالضبط، صغيرة. تمام. وده اللي بيتعمل اكشلي واحنا بنتعلم السواقة. صح، جرب وتعلم and so on. طيب انا خبطت المرة دي، بس ما اخبطش بقى ايه في حاجة كبيرة، لا اتعلم في الشارع الاول بتاعنا and so on. ابتدي اجرب وانزل الماركت and so on، وايه، واعدل واغير واكبر and so on. إمم. برضه كمان الagile بيembrace أوي فكرة إنك أنت تعمل مخاطرة محسوبة، يس إنك أنت هتخاطر، يعني ما فيش أي تعارض بين إن أنت تخاطر يبقى عندك طموح، وإنك أنت تحسب المخاطرة دي بحيث إن أنت يس يعني ما طبعا. تخسرش كتير. يس. وهي آه، دي عشان كده احنا خليناها ايه، iterations. إمم، iteration كده صغيرة. إمم، انا بجيب جزء من المنتج، اشتغل عليه لمدة شهر واطلع اشوف المنتج ده ايه. إمم، تمام، يبقى انا ممكن انزل الماركت مثلا بعد 3 شهور مثلا. إمم، دي مش مخاطرة كبيرة قوي. بس هل مفيش بلاننج خالص وبنزل كده يلا؟ ما انا مش، لأ، لا بنقعد ونعمل خطة للشهر، وجايبين الناس بتوع البيزنس، وجايبين ان كل الناس دي موجودة معانا والتيم اللي موجود معاه، وبنحسب الكاباسيتي بتاع التيم واحنا هنقدر نطلع الكلام ده ولا لا، وفي ريفينيو قد ايه and so on. بعمل بلاننج. إمم، بس بدل ما بعمل بلاننج على بلان كده 9 شهور ولا سنة، بعمل بلان ايه، صغيرة، صغيرة. 3 شهور، شهرين، شهر and so on. حلو أوي الكلام ده. طب لأ، لو أنا دلوقتي حبيت بقى أبدأ وأبقى scrum master أو أبقى product owner أو أي حاجة، هو مبدئيًا عايزة أسأل السؤال الأول، هو الmethodology دي أو الmindset دي ما بتمشيش بس غير في التكنولوجي؟ لا، هو سكرام الحقيقة بدأ ينتشر أكتر من وجوده في السوفت وير الاي تي. إمم، يعني هو بدأوا كده لأن احنا كنا بنقول إن الفوكا وورلد ده أكتر ناس أكتر ناس التغيير عندها سريع قوي، ناس بتوع التك، ناس إمم، بتوع التكنولوجي. إمم، فاجايل بدأ من هنا. إمم، بس دلوقتي زي ما كنا بنقول ان هو ايه، خلاص
كله بقى فوكا دلوقتي، واحنا صح. جايين في الطريق الجي بي اس ما نعرفش جابنا في قد ايه. صح. هي بقى في uncertainty عاليه في كله، فبقى كله بدا ايه يمبريس الحته بتاع الاجايل، مم. يخش في الاجايل. تمام. فلا هو مش مرتبط قوي بالتك دلوقتي او السوفت وير الاي تي، بدا يخش في اندستريز ثانيه. however سكرام، مم. السكرام هو اللي عامل الرول بتاع سكرام ماستر وبرودكت اونر. تمام. فالبرودكت اونر لازم يكون فاهم سكرام، ما مم. انت الرول ده رول سكرام اصلا. مم. حتى لو بدأ يستخدم استخدامات مختلفة بسبب انتشار سكرام الكبير قوي، سكرام من كتر انتشاره خلاص بقينا نستخدم الرولز بتاعته. مم. تمام. فالبرودكت اونر موجود في شركات كتير قوي مش شغاله سكرام، بس لو انت عايز تفهم الرول نفسه لازم تجيب الاوريجن. انت مم. اساسك ايه؟ انت اساسك سكرام واصلك سكرام، مم. الرول ده بتاع سكرام اصلا، فتروح تفهم سكرام كويس، وكذلك السكرام ماستر. تمام. طب انا دلوقتي خلاص بقى، انا خلاص انا اشتريت، انا دلوقتي عايزه ابقى سكرام ماستر او عايزه ابقى برودكت اونر. ايه بقى السكه اللي انا همشيها والخطوات علشان ابقى سكرام ماستر قد الدنيا؟ بسيطه جدا. مم. اتعلم الفريم ورك نفسه. هو سكرام ده عباره عن ايه؟ شويه اجايل براكتسيز زي ما اتفقنا، وحطيناهم ايه في هيكل معين وبشكل معين، وده بقى بالنسبه لي ابروتش او طريقه لاداره المشروع. الموضوع ده موضوع سكرام ده بسيط جدا، هو لايت ويت فريم ورك، سيمبل جدا. مم. هتروح ماكسيمم تتعلمه في 3-4 ايام، مم. تماسترت، تبقى شاطر فاهم الفريم ورك. مش بنقول انك تبقى سكرام ماستر شاطر او برودكت اونر شاطر، دي جيرني مم. طويله، بس انك تبقى فاهم الفريم ورك نفسه سهل جدا. مم. كورس مثلا سكرام ماستر ولا كورس برودكت اونر اند سو اون، بس هو فوكسد على الاجايل. في كتاب اصلا، كتاب ذا سكرام جايد، ده الكتاب كله بتاع منهج سكرام ده مم. 14 صفحه مم. كله كده. فقرأت الكتاب ده مثلا بشكل كويس او كورس. يعني انا الحقيقه ما بعترفش قوي بالقراءه 100%. الناس اللي بتحب القراءه طبعا على راسنا، بس العلم ما بيتنقلش بالكتب، مم. العلم بيتنقل بالناس بالتواطؤ. ده بيعلم ده وده بيعلم ده وبيعلم ده مم. and so on. فدايما وجود كوتش او وجود منتور او وجود ترينر ده will add you a huge plus. يعني تمام. الكتب موجودة كتير، بس الكتب ايه؟ هل انا ماتيور بما فيه كفاية ان انا افهم الكتاب؟ مم. ساعات كتير لا. لا، لا. ساعات كتير قوي لا. لا. فلو انت خدت من حد معين ده it will be a huge plus. ف being a scrum master او تشتغل scrum master او تعلم scrum master being a scrum master او being a product owner، ده كورس scrum يعلمك rules and responsibilities ومين مسؤول عن ايه ومين مسؤول عن ايه. وفي شهادات طبعا كتير قوي بتتكلم يعني ممكن شهادات ليها علاقة بالفيلد ده. والبروجكت مانجمنت الحقيقة من الاماكن او من الديبارتمنتس مم. اللي مهتمين قوي بالشهادات، لان ما درسناهاش قوي في الجامعه. صح. ما درسناش بروجكت مانجمنت برضه زي ما الكتاب بيقول كده، او زي ما البست براكسيس بتقول في الجامعه. كمان الحاجه اللي ادد ان ده بيست براكتس، يعني كل شويه اتغير. تمام. فاللي انا درسته من 10 سنين ما ينفعش اتغير دلوقتي. دلوقتي، صح. اتغير دلوقتي جدا. مم. فبالتالي انت لازم to keep yourself updated. فالسيرتيفيكتس مهمة جدا في الحتة دي. وفي ناس تقول كتير ان ان الكتب مش بتطبق. مم. لا، انت مش عارف تطبقها. مم. ماشي، انت لو مسكت الكتاب وفهمته بطريقة كويسة، او مش بنقول بقى الكتاب ده best practice. best practice يعني في علماء قعدوا عشان ايه؟ يعني طلعوا جابوا الكلام لك ده. الكلام ده، فانت صح. يعني يعني انت ايه عشان تنقده؟ ممكن يكون الاندستري بتاعتك الصغيره دي او الاكسبيرينس بتاعتك انت ما هيفشل فيها الكلام ده، مم. دي الاندستري او دي الشركات اللي انت عشتها او مم. انت قعدت فيها. لكن في كام واحد كاتب البي ام بوك بتاع البروجكت مانجمنت؟ كام واحد اتكلم كاتبين على الاجايل براكسيز؟ وكام واحد كاتبين عن السكرام اند سو اون؟ ناس يعني تقيلة. تقيله جدا. تقيلة. ف... فلا البست براكتيز ايه مهمة، ولازم انت تسعى، تفضل تسعى انك تطبقها. تمام. فدي من ضمن برضه الحاجات اللي ايه يعني ازاي تتعلم تبقى سكرام ماستر شاطر او برودكت اونر شاطر. الكتب دي موجودة وليها كورساتها وتفضل تديك ديب في الحاجات دي لحد ما توصل ايه البراكتسيز المشهورة and so on.
والمنهج اللي موجود في الشهاده في الشهادات ان جنرال اهم من المنهج اللي واحد بيكتبه. مم. يعني دايما الاقي مثلا كورس برودكت اونر، تمام، ده كورس كبير جدا وفي وقت طويل جدا، ولا كورس سكرام ماستر، ولا كورس بروجكت مانجمنت اند سو اون. ده جاي من اللي كاتب الكونتنت مين؟ شخص مم. مر بيه تجارب معينة وبيكتب من وجهة نظره. مم. لكن الشهادات لا، أكاديمية. الشهادة بقى لا، فيها ناس يعني خبرة آلاف السنين. مم. يعني ما هو واحد من هنا خبرة 50 سنة، وده 50 سنة، وده 50 سنة، وده 40 سنة. الميكس ده خبرة آلاف السنين محطوطة في كتاب. مم. فبريكومند دايما إن اللي عايز يذاكر من شهادة معتمدة موجودة من مكان معتمد، هو اللي إيه، هو اللي حاطط المنهج، وتشوف ترينر هو اللي إيه اللي يدرسهولك. يدرس لك المنهج ده، مم. مش منهج من عنده يعني. صح. ده بقى هيرجعني لسؤال الشركات. انت ذكرت اسامي شركات تقيلة جدا، مين مننا مش حابب ان هو يكون في شركة او في بنك بالحجم الاسامي اللي انت قلتها يس. دلوقتي؟ فدلوقتي الشركات لو هتيجي تعين سكرام ماستر او برودكت اونر، ايه الحاجات اللي هم هيكونوا عايزينها في الابليكانت اللي مقدم على الوظائف دي؟ هي سكور كارد كده. مم. يعني الاتش ار برضه عنده سكور كارد كده. تمام. نسمة مقدمة عندها مثلا، عندها سيرتيفيكت في 1 2 3، عندها انا مقدم از سكرام ماستر مم. مثلا. والله واحد كان شغال في نفس الاندستري، اتس ا مم. بلس. واحد عنده شهادة ان هو سكرام ماستر، مم. اتس ا بلس. مم. واحد عنده ليدرشيب ستايلز كويس، واحد بيبريزنت كويس، مم. واحد كوتشنج بيكوتش كويس، مم. واحد واخد شهادة في الفاسيليتيشن اند سو اون. هي سكور كارد وكده وايه، وعمال اتش ار عمال يزود. فالميكس اند ماتش ده مطلوب. مم. احنا كنا زمان سبيشاليستس، ماشي. السبيشاليست شخص متخصص في حاجة معينة، وبعد كده ايه، ها، اترقى بيترقى درجة، اترقى درجة، صبي بقى تيم ليدر، بقى بقى معلم سوبر، قد بقى الدنيا. معلم. دلوقتي لا، مم. الشغلانات دي مش محتاجة الستبس دي. مم. محتاجة انك بدل ما تبقى سبيشاليست، او الاجايل حتى مركزة في الحتة دي، تبقى جنراليست. انا مم. فاهم هنا وفاهم هنا وفاهم هنا وفاهم هنا، تمام. عندي different skills. مم. دي مهمة قوي. الراجل اللي شغال سكرام ماستر ده، هو ايه السكيلز اللي المفروض تكون عنده عشان يطبق سكرام في التيم، او يليد التيم بطريقة كويسة، او كوتشنج. يفاسيلتي كوتشنج، فاسيليتيشن كوميونيكيشن. سكيلز، كوميونيكيشن طبعا، تمام. حاجة سكرام طبعا الأساسي، فهمه السكرام وفهمه الأجايل براكسيز، الأجايل مايند سيت تكون عنده and so on. دي شوية سكيلز ونولج كده متجمعة، اللي هتأهلك انك تشتغل. فالستيب الاولانيه اي ريكومند ان ايه، تفهم الرول الاول، تفهم سكرام الاول، يعني ايه سكرام، ويعني ايه سكرام ماستر. ومن هنا تاخد بقى ايه، خلينا اجايل بقى، ناخدها ستيب باي ستيب. الدخله الاولانيه دي الدنيا ضبابيه قوي بالنسبه لك، خد الستيب الاول. طب ايه السكرام ماستر؟ طيب اخد شهاده تقول ان انا سكرام ماستر، وبعد كده او اخد كورس يقول ان انا سكرام ماستر. بعد كده هلاقي بقى ايه، ده انا عندي دي تشالنج في الحته في الكوتشنج، انا عندي تشالنج في الفاسيليتيشن، ده انا عايز انمي الليدرشيب سكيلز بتاعتي. وبعد كده تبتدي ايه، تخش. بس الشركات مهتمه قوي بالشهادات. صح. دلوقتي الشركات مهتمة جدا في السوق المصري وفي الخليج وفي يوروب وفي أمريكا، في كل حتة مهتمة قوي بالإيه، لأن ده رول جديد نوعا ما. صح. ما تدرسش كده، مش مهندس اتصالات هتخش لا، صح. ده رول جديد. فبالتالي إيه، خلاص أنا أتأكد إزاي إنك فاهم. معك شهادة بتقول الراجل انفست فلوس وانفست تايم وانفست ايفورت وخد شهادة، فيشكر. صح. صح. بس يعني دلوقتي اي حد عايز ان هو يقدر يجوين تيم من التيمات التكنولوجي، اقصر طريق هو ان هو يبتدي ان هو يذاكر سكرام. وعلى حسب كلامك هي 14 صفحة بيذاكرهم، يس. وبس يكون معاه ترينر يساعده ويجايدهم ويخش الامتحان. وبالطريقة دي هيبقى عنده فرصة ان هو ينضم لواحدة من الشركات الكبيرة اللي احنا قلنا الشركات اساميها. بقى في البروجكت مانجمنت ديبارتمنت، او الشركات اللي شغاله اجايل، الشركات اللي احنا بقى اتكلمنا عنهم. يعني ايه اتكلمنا عنهم؟ وفي طبعا يعني اكتب بس على الشات جي بي تي كده ايه الشركات اللي شغاله اجايل،
يعني كتير endless لا هو كتير endless اصلا هو يعني كان في احصائيه كده بتقول ان around 90% من الشركات اللي شغاله في التك شغاله اجايل. مم. 90% ده رقم كبير جدا. ودلوقتي ما اكتر شركات التك اصلا. ايوه بالظبط مم. الفينتك والناس الفينتك والتكنولوجي والاي تي والاي كوميرس. والاي كوميرس كل الكلام ده. مم. وبالعكس ده كمان شركات الماركتنج ايجنسيز دلوقتي شغالين اجايل and so on. حتى اي الماركتينج. حتى دخل في كل حاجه اوكي. لان هي في الاخر مايند سيت مم. مناسبه للجنريشنز الجديده مم. كمان. صح. يعني احنا كنا عايزين نقبض ونروح. دلوقتي لا الجنريشنز الجديده عايزين ايه؟ كونكتد اكتر يكونوا كونكتد اكتر بالفاليو موتيفيتد وشغالين. كام حد شغال وقال انا مشيت بسبب الكالتشر. كتير كالتشر ايه يا معلم بالذات انت مش دلوقتي. بتقبض؟ دلوقتي كمان لا جين زي خلاص. عاملين exactly مشاكل كبيره جدا. ممكن عشان هم مش شغالين في كومبانيز بتديهم الاجايل مايند سيت. يس. فعلا لو احنا وفرنا لهم ده اعتقد ان احنا بس هنستغل قدراتهم. فهو بكونكت الشخص بالفاليو. دي حته زي نيلسون مانديلا كده لما سأل الراجل هو راجل كونكتد مم. بالاوبجكتيف الكبير. هو مش ترسف مكنه بس. صح. لا ده هو ايه؟ الباب قدامه مفتوح واقدر والسايكولوجيكال سيفتي الدنيا تمام وتغلط وتجرب وتقاد فكره جديده and so on. طب من كلامنا عن الشركات دلوقتي احنا هنتكلم عن الفريلانس. ازاي اقدر ابقى فريلانسر واقبض بالدولار؟ انا تجربتي بصراحه في الفريلانس كانت الحمد لله تجربه ناجحه جدا. انا الحمد كنت لله. شغال في مالتي ناشونال كوربريت وبقبض كويس الحمد لله. الحمد لله. واما بدات فريلانس كده وقت الزهق قعدت سنه بنيت بروفايل كويس. يعني الحمد لله كان بيجي لي 5 أضعاف المرتب من الفريلانس. ما ده شاء اللي الله. خلاني أؤمن إيمان شديد جدا بالفريلانس. تمام. بس الفريلانس إنك تبني بروفايل جامد as a freelancer محتاج منك ديديكيشن كده سنة. أولا شغلانات تشتغل فريلانس بروجكت مانجر، تشتغل فريلانس برودكت اونر، تشتغل فريلانس سكرام ماستر موجودة. مم. بالعكس دي أحلى من شغلانات التك. تمام. لأن أنت بتبقى كونكتد ببروجكت مدته سنة ونص and so on. مم. فالراجل مكمل معاك مم. بالساعة. فتبني بروفايل كويس. والفريلانس بلاج اند بلاي. يعني هو مش زي الشركة بيجيبك ويعلمك. مم. لا هو بيحاسبك بالساعة. فانت لازم تخش انت جاهز متعلم الفريم ورك كويس ويل اورجنايزد مستخدم التولز تماستر التولز اللي هيشتغلوا بيها. مم. شركه شغاله كليك اب يبقى لازم تماستر كليك اب، شغاله جيرا لازم تماستر جيرا، شغاله مايكروسوفت بروجكت لازم فماسترنج التولز مع فهمك للفريم وركس اللي موجوده والاجايل براكتيز. بس الباب ما شاء الله مفتوح قوي قوي يعني. وتجربتي ناجحه عارفش تجربه بس انا صبور. يعني كنت محتاجة صبور صبر. قوي محتاجه محتاجة صبر صبر. قوي. صبور وبنيت بروفايل كويس والحمد لله ايه كانت تجربه كويسه. فانا بانكارج جدا انا الناس اللي بتنكارج قوي الشغل الفريلانس الحقيقه. انا شايفه ان السكرام حل مشاكل كتير جدا يعني. بقت الفلوس كمان. يعني ختمناها بالفلوس اللي هي اكتر حاجه شغله ده حقيقي. دماغنا يعني. بجد الكلام معاك ما بيخلصش. ثانك يو وكلام ثانك يو. عن السكرام مش هيخلص ابدا. لان هو بيتطور. يس ان هو ده حقيقي. بيتطور. فبجد متشكره جدا ليك والمعلومات اللي انت ضفتها لنا النهارده في البودكاست. واتمنى ان احنا نتقابل ان تاني شاء وتكلمنا الله. اكتر عن السكرام والاجايل. بشكرك جدا يا زياد. ثانك يو. بشكركم مشاهدينا واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست بعد النهاية. سلام عليكم.